ما يعملوا حفله ويجيبوا ان شاء الله يجيبوا احسن مطرب في جنوب افريقيا يعني. مفيش مبررات، لا توجد اعذار ولا توجد مبررات. يوجد فريق كويس وفريق وحش. الفريق كويس هو صن داونز، انا بتكلم على امبارح. والفريق الوحش هو الاهلي. باختصار شديد جدا، الاستحواذ وصل 80 الى 20 امبارح، 80% لصن داونز ل 20% للنادي الاهلي. ما حصلتش. انت ما بتعرفش تبدا هجمه، هم بيلعبوا عمياني، هم شايفين بعض وبيلعبوا عمياني، ما عندهمش مشاكل خالص خالص في الصعود والبناء وازاي الباك رايت شايف الباك ليفت والباك ليفت شايف الهاف رايت والهاف رايت شايف الراجل ناحيه الشمال وناحيه الشمال شايف ناحيه اليمين، وبيلعبوا قدام منطقه جزاهم زي قدام منطقه جزائنا عادي جدا، ولا عندهم مشكله ولا عندهم خوف ولا عندهم قلق. هي احسن فرقه في القاره الافريقيه صن داونز على فكره، احسن فرقه في افريقيا بلا يعني بلا مبالغه وبلا منافسه. واحنا الحقيقه النادي الاهلي سيء للغايه، لا عارف تحضر هجمه ولا عارف تبدا من اليمين ولا عارف تبدا من الشمال ولا عارف تحضر من نص الملعب. ومع ذلك سجلت هدفين، يعني اتقدموا عليك بهدف بعد 3 دقايق، انت متعادل قبل ما الربع ساعه الاولانيه تخلص. حلو قوي. الشوط الاولاني يخلص 3-1 على فكره، مفيش من اللي جون دي جوانا ضربات جزاء ولا حاجه، ده كورنرز تتلعب تترد، جاي واحد شايطها جايبها جون، واحد يشوط من 35 يارده ترشق في المقص جون، واحد يشوط من بره ال 18 على الارض في اليمين جون، واحد كره تتلعب طويله، وواحد مهاجم على مدافع يرقصه بدل المره مرتين ويحطها في المقص جون، وهكذا. مفيش فرقه، مفيش شكل، مفيش اداء، مفيش انسجام، مفيش اي حاجه يعني. واحنا الدوري عندنا خادع، يعني احنا الدوري عندنا في مصر خادع ولا مخادع ولا الدنيا عندنا شكلها عامله ازاي؟ انا عايز اعرف والله، حد يقول لي بس ايه ده؟ ايه المنظر ده؟ ما بنبصيش 4 باصات على بعض. قالوا ديانج حسدناه مش عارف يباصي، حمدي فتحي مش فايق، محمد عبد المنعم اوحش ماتشاته، ياسر ابراهيم اوحش ماتشاته، محمد هاني قندوزي يعني بصق جون بس ايه ده ايه المنظر ده؟ ايه الشكل اللي الواحد شافه النادي الاهلي ده؟ يا خبر ابيض على الوحاشه، يا خبر ابيض على السوق. والراجل عمل 5 تغييرات، نزل عبد القادر وقفشه بدلا من طاهر وقندوزي في الدقيقه 46، ونزل رامي ربيعه والسوليه بدل من والسوليه محمود كهربا بدل من لا ما طلعش بيرستاو، طلع يعني كذا لعيب